بدأت الدولة تتبنى المذهب النصراني، كتبت الإنجيل باللغة الإغريقية، وتحول الإنجيل بعد ذلك إلى اللغة الإنجليزية، وكتب بعد ذلك الإنجيل باللغة العربية. ما بيحصل تحريف؟ القرآن ده محل ما تمشي بهذه اللغة يتغير، ممكن يشرحوه، لكن كلام الله ذاته في عظمه يكون بلغة غير لغة القرآن العربية، هذا كلام ما يجوز. لكن الإنجيل النزل الله وكلام الله ذاته الآن كاتبينه في السودان، آخر إنجيل بالدارجة. عيسى قال لهم يا ناس هوي ماشيين وين؟ قالوا له دقيقة بس ادينا فرقا، نحن ماشيين هنا وجايين، مكتوب كده. ده كلام الله ولا كلام السودانيين ده؟ يا اخواننا الإنجيل لا يمكن أن يكون كلام الله بهذه الصورة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده زيادة إثبات، ولا شريك له زيادة نفي. ليه يا اخواننا؟ لأنه لا إله إلا الله بدون وحده لا شريك له بتكفي ولا بتكفي؟ بتكفي ولا بتكفي؟ معناها وحده دي زيادة شنو؟ زيادة إثبات. ولا شريك له زيادة شنو؟ زيادة نفي. طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. طيب وأن محمدا عبده ورسوله. طيب وأن تشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحقوق الرسول ثلاثة: نؤمن ونحب ونحقق. دي الحقوق. شنو؟ نؤمن به بأنه من عند الله مرسل، نحبه بقلوبنا، نحقق اتباعه بجوارحنا، وإلا ما في شهادة أن محمد رسول الله تلزم شنو؟ ثلاثة: شنو؟ إيمان وحب وتحقيق اتباع. طيب قال وأن وعيسى المعني هنا هو عيسى من؟ عيسى ابن مريم. كويس؟ طيب ويا اخواننا في حاجة مهمة جدا، عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، صفتين. وصف عيسى بشنو؟ بصفتين اللي هي شنو؟ عبد الله وشنو؟ ورسوله. وفي هذا رد على فرقتين. عبد الله رد على النصارى، لماذا؟ لأنهم غالوا فيه. ورسوله رد على اليهود الذين جفوا عنه. من الذين أرادوا قتل عيسى فرفعه الله؟ اليهود بالنسبة. أصلا يا أخوان شوفوا، عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم في كويس، أو في مدينة الناصرة التي خرج منها من سمي بعد ذلك بشنو؟ بالنصارى. ولد عيسى عليه السلام فيها. وطبعا يا أخوان شوف، تكلم في المهد شنو؟ صبية أمه مريم. للأسف الشديد الأناجيل الأربعة المتفقة تقول أن عيسى لا يمكن أن يكون رسولا لله. كيف يا إخواننا؟ الأناجيل بتقول عيسى رسول، لكن لما تيجي تفتشها يقول لك في الأناجيل عيسى سلالته كلها من زنا، أجداده وأبوه وكذا 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 وكذا. وفي نفس الإنجيل يقول لك لا يمكن سلالة الزنا أن يكون رسولا لله. فهو كلامه معناه شنو؟ في مواطن قالوا، شوف التناقض، في مواطن قالوا عيسى رسول، وفي موطن قالوا والزنا، وفي موطن قالوا والزنا ممكن يقبل رسول. ده شنو ده؟ هل الكتاب يكون هذا الإنجيل كلمة الله؟ الإنجيل الموجود ده إنجيل باطل محرف. أوريك ليه يا أخواننا؟ عيسى لما نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. كان عمره كم؟ يوم. كان عمره يوم. هذا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ من ذاك لما كبر طوال جاته الرسالة. بالنسبة الأنبياء بيجون الرسالة في كم؟ في 40. عيسى عليه السلام لما رفع كان عمره 33 سنة. لما رفع كان عمره كم؟ 3 سنة. عيسى عليه السلام الوقت ذاك المستعمرات فلسطين ومصر كانت مستعمرات رومانية بيتكلموا اللغة الإغريقية، لكن عيسى عليه السلام كان يتكلم باللغة الآرامية. لغة عيسى كانت لغة شنو؟ آرامية. لغة منه؟ الأرمن. لغة من؟ الأرمن. فعيسى عليه السلام كان يتكلم اللغة شنو؟
الآرامية، وتكلم باللغة الآرامية، وكان بيشرح كلام الله باللغة الآرامية. لما عيسى عليه السلام اضطهد قومه لحد سنة 203، يعني عيسى 33 من الميلاد رفع، سنة 230 ميلادية بدأت الدولة تتبنى المذهب النصراني. كتبت الإنجيل باللغة الإغريقية، وتحول الإنجيل بعد ذلك إلى اللغة الإنجليزية، وكتب بعد ذلك الإنجيل باللغة العربية. ما بيحصل تحريف؟ القرآن ده محل ما تمشي بها لغة يتغير، ممكن يشرحوه، لكن كلام الله ذاته في عظمه يكون بلغة غير لغة القرآن العربية، هذا كلام ما يجوز. لكن الإنجيل النزل الله وكلام الله ذاته الآن كاتبينه في السودان، آخر إنجيل بالدارجة. عيسى قال لهم يا ناس هوي ماشيين وين؟ قالوا له دقيقة بس ادينا فرقا، نحن ماشيين هنا وجايين، مكتوب كده. ده كلام الله ولا كلام السودانيين ده؟ يا اخواننا الإنجيل لا يمكن أن يكون كلام الله بهذه الصورة. كويس؟ بعدين والله يا اخوان أنا استغرب، يقول لك الإسلام دين العرب، صح؟ لا، يقول دين العرب، صح؟ والنصرانية دين الخواجات. اتدخل الجنوبيين شنو؟ ما حس يقول لك اسمعني، في الكنيسة تلقى عيسى عليه السلام معلقين صورته، كذب طبعا، في عيسى معلق، بعدين ده له مسمار في وين؟ في راسه. مسمار في شنو؟ في كرعيه. السؤال الصورة دي جابها لكم منه؟ الصورة دي لقيتها وين؟ في الإنجيل موجودة؟ يا اخواننا في زمن عيسى كان في تصوير؟ اتصور عيسى عليه السلام منه؟ صوريك انه ده دين بتاع اهواء. طيب الجنوبيين انا قلت لهم اسمعوا، الزول ده بيشبهكم، المعلق ده بيشبهكم؟ عايل ليه؟ ازرقاني ده اسود، دينكاوي ده قال لي لا، شركاوي لا، وده بيشبهكم لا. طيب مالكم ازول؟ اخركم نحن بنشبهكم شويه شويه دي، ترى نحن سمر وانتم زرق، لكن هذا عائله خواجه عديله. عائله قلت له الخواجات دي لما جابوا لكم عيسى ما جابوا لكم شركاوي، جابوا لكم ابيض عديل خواجه، رايكم شنو؟ يقول لك حسدي في دعايه هنا في السودان، يقول لك ما تخشوا في الاسلام لانه ده دين شنو؟ دين شنو؟ دين عرب. هو النصرانيه دين شلوك، دين دينكا. النصرانيه ترى نحن في الاسلام ما عندنا فريق. اللي بيجي في الصف الاول كان وزير ولا كان غفير بيصلي، كان ازرق ولا كان احمر. لكن الكنائس بتاعت الزرق بيتلموا مع البيوت في الكنائس، وريني بيتلموا بيلمون سوا، ده دين؟ يا اخي ده يدخل الناس في الدين في الاسلام. يا اخي نحن ممكن يكون في ناس عرب بيضطهدوا بقيه الالوان الثانيه، غلط ده في الدين ذاته غلط، لان الرسول قال لا فضل لعربي على عجمي الا بشنو؟ بالتقوى وشنو؟ والعمل الصالح. ما يجوز. لكن في الجامع في زول رجعوه قالوا انت زرق، رجعوه. الامام ذاته ممكن يكون شنو؟ اذا احفظ من الناس يكون ازرق. لكن تعالوا ورينا الكنيسه، كنيسه للزرق وكنيسه لمنو؟ للبيوت. وعيسى عليه السلام ذاته ما من الزرق، من منو؟ من البيوت. انا نظرت لي نصارى قالوا والله سكتوا قدام جنوبيين كتار، قال لي محمد ده حق العرب والاسلام ده حقهم انتوا ما حقنا نحن. قلت اول حاجه انا حلفاوي ما عربي، الحلفاوي ده ما عرب، صح ولا ما صح؟ ناس ما عندهم العرب، نحن عجم. اكلمكم هذه نحن عجم. طيب شنو الشيء الثاني؟ قلت له عيسى عليه السلام كان دينكاوي؟ عيسى عليه السلام جنسه شنو؟ قلت له سكت. قال لي في النهايه ما اعرف. قلت له عيسى عليه السلام من اليهود، هو خرج من اليهود، هو من بني اسرائيل، من سلالة يعقوب عليه السلام. وفي يعقوب من لاوية، من سبط لاوية. كويس؟ قلت له أبيض مني ومنكم انتم. وقلت أكلمك أصلا العرب والخواجات، انت خليك هنا. قلت له في الجنوب ده العرب والخواجات أولاد عم في الأصل. بعدين جده سام ابن نوح، انت جدك منه؟ ما عندك معهم علاقة. ما تقول لي الخواجات يشحنوكم يقول لكم ده دين العرب. سكت. قلت له هل عيسى عليه السلام كان دينكاوي؟ قال لي لا. قلت له طيب الرسول برضه ما كان دينكاوي. رايك شنو؟ تتبع عيسى وتخلي الرسول ليه؟ انت قلت له قول اسباب منطقيه، ما بتبع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد لانه كده وكده ما رسول من عند الله، او بتبع عيسى لانه رسول من عند الله، لكن ما تقول لانه جنسه كده. سكت بعد ذلك.